اهلا وسهلا بيكم النهارده معايا في فيديو جديد. فيديو النهارده كله افكار جميله جدا ورائعه. تعالوا مع بعض نشوف اول فكره. ده بنطلون، شايفين لبست رجل البنطلون والرجل التانية آه عملتها على كتفها، حذفتها على كتفها وبعدين شبكت الجزء اللي ورا بدبوس مشبك، وهنا حطت دبوس في النص علشان تثبت القصة او شكل الفستان. زي ما احنا شايفين، الفكرة التانية دي قطعة قماش جابتها وكشكشتها وبعدين ربطتها بأستك الفلوس العادي جدا، وبعد كده فتحت الكشكشة زي ما احنا شايفين، اداها ايه شكل الوردة اللي احنا شايفينه. وهنا حطت الحلية الصغنونة دي في النص، ظهرت شكل الوردة والبلوزة اللي هي عملتها من قطعة القماش بدون قص وبدون خياطة. شايفين هنا وبتلبسها بطريقة تانية، يعني صممت بلوزة تانية من قطعة القماش، وهنا برضو بتلبسها بطريقة تالتة مختلفة. شايفين والتلات طرق سهلين جدا وشيك في نفس الوقت. دي قطعة قماش هي تنتها وبعدين حطتها على كتفها وشبكتها بالبروش اللي احنا شايفينه، وجابت الجزء اللي ورا شبكته زي ما احنا شايفين بدبوس، والجزء التاني شبكته برضو جابته على قدام وعملتها بلوزة وشبكت هنا البروش. لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش بقى بلايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. اهتموا بقى باللايكات، لايكات كتير وكومنت حلو زيكم كده، شجعوني. شايفين شكل البلوزة بقى رائع. هنا دي قطعة قماش اللي هي اسمها قشور السمك، وده مقاس القماش اللي استخدمته 160 في 160. شايفين شبكت هنا وعملت الكمام ولمت زيادة من النص وشبكتها بالدبوس اللي احنا شايفينه، ومن ورا وحط الدبوس. هي نفس قطعة القماش وبتستخدمها بطريقة تانية مختلفة. هنا بتلم الزيادة كلها ودخلتها جوه الكتف اللي عملته، وعملت كشكشة وعملت شكل حلو للكتف. شايفين عملت قصة شكلها رائع بكل بساطة وسهولة. وهنا ده عقد لبسته مش حزام، يعني لو ما عندكيش حزام ممكن تستخدمي العقد حزام. دي قطعة قماش مقفولة او متخيطة. شايفين هتستخدمها هنا بلوزة. شايفين البساطة. عايزة لايكات كتير بقى. شايفين برضو هنا وبتلبسها بطريقة تانية مختلفة. لبستها بطريقة بسيطة جدا وعملت بلوزة شكلها رائع. هنا ده شريط ستان. ده فستان جاهز قط، ودي شرب هنا بتعمل له كم. عملته قطعة تانية للفستان. دول 2 بلوزتين، بلوزة سودا والتانية تايجر، ولبست البلوزة السودا والتايجر جابت الحرفين من تحت وربطتهم على ورا، وهنا زرارة الزرار، وجابت الكمين على قدام وربطتهم، واستخدمت 2 بلوزة في بلوزة واحدة.
فكرة حلوة جدا. هي نفس الفكرة الأولانية اللي عملتها في التايجر بتعملها في بلوزة تانية، أي لون بقى أو أي شكل. ده فستان بحمالات. هنا هتداري الدراع، جابت القماشة وربطتها أو شبكتها بدبوس على ورا، وهنا بتلم الزيادة على فوق، ونفس الكتف التاني أو الدراع التاني. شايفين وعملت هنا قفلت الكمام. ده إشار. شايفين جابت الحرفين مع بعض وشبكتهم على الحرف من فوق على الكتف بدبوس، والناحية التانية وهنا دبوس وشبكته، وعملت بلوزة برضو بكل بساطة. دول قطعتين قماش، نقشة واحدة بس الألوان مختلفة. جابتها وربطتها من النص وحطتها على كتفها برضو بكل بساطة، وهنا بالدبوس ده أو البروش ده اللي احنا شايفينه وشبكته، وعملت قطعة للفستان من فوق. هنا تستخدم قطعة القماش على نفس الفستان، بتغير في شكله بقطع القماش. نفس الفكرة الأولانية عملتها في التانية. ده إشارب، جابته بالطول وخدت الحرفين ربطتهم على ورا، وبعدين جابت الزيادة حطيتها على راسها، وبرضو بلمسة بسيطة وسهلة ادت شكل حلو. هنا حطيتها على كتفها. دي بلوزة سوري بكم، شايفين قلعتها وزررتها من الجنب، وتنت الياقة على جوه، وخدت الكمين على كتفها وربطتهم ربطة عادية جدا. هنا عملت شكل الفيونكة اللي احنا شايفينه، ولمت الزيادة بالبروش اللي احنا برضو شايفينه ده. دي قطعة قماش، جابت الحرفين مع بعض وربطتهم، وخدتهم على ورا. شايفين عملت بلوزة بكل سهولة وبساطة ازاي. الجزء اللي حطته على راسها نزلته على رقبتها. دي برضو قطعة قماش، وربطتها وعملتها جيب بكل سهولة وبساطة. هنا استخدمته فستان. ده عقد برضو ربطته وعملته حزام.
لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش بقى بلايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد، وما تنسوش اللايكات. شايفين هنا شبكته من الجنب بالدبوس. ده جيب لبسته، وبعدين لبست عليه الحزام وحطت الوردة الجاهزة دي. هنا رفعت الجيب لفوق وبرضو لبست عليه الحزام واستخدمته فستان قصير. هنا عملتها بلوزة واستخدمت الوردة برضو الجاهزة. دي قطعة قماش تانية جابتها وعملتها زي فستان، كملت بيها الجزء اللي فوق وعملته زي فستان. دول 2 اشارب، جابت الاتنين واحد على الكتف ده وواحد على الكتف ده وجابتهم وربطتهم مع بعض، وبعدين قلبتهم وربطت الحرفين برضو مع بعض وعملتهم بلوزة شكلها شيك ورائع. هنا بتغير في شكل لبس البلوزة. كده لبستها للمرة الثالثة بطريقة مختلفة.